رجعنا لكم تاني في تصوير استلامات القطع عندنا في بشاير سيوة. تعالوا بقى نفرجكم على نموذج من وحففناهما بنخل. عندنا عميل محترم اسمه الاستاذ محمد محمود عبد الهادي، 15 فدان ونص، من ضمنهم 5 فدان محفوفين بالنخل. بسم الله ما شاء الله. دي قطعه 5 فدان من الزيتون. نضم معانا ابو ياسر 5 فدان من الزيتون. بسم الله ما شاء الله. ده زيتون صنف الزيت. ليه؟ عشان احنا بنتارجت الفاليو، القيمه النهارده ان احنا نطلع الزيتون نعصره زيت وبعد كده نعمل فيه ايه؟ نبيعه زيت. ان شاء الله. ابو ياسر ان شاء الله مرحبا. انت بتاع نخل، ايه علاقتك بالزيتون؟ الزيتون شجره والنخله شجره. النخل شجره. بسم الله ما شاء الله. منظر عام للقطعه. تعالى نتحرك جواها كده ابو ياسر. ان شاء الله. طبعا مقاطات الزيتون مختلفه عن ايه؟ عن النخل. ايه رايك في المنظومه التشغيليه والاداريه في بشاير سيوه يا ابو ياسر؟ لا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، شغل عالي جدا. بس انا اللي يهمني اكتر طبيعه الارض والميه. بسم الله ما شاء الله، حاجه محترمه. ميه وتربه. ميه وتربه. انا اللي يهمني الحاجه اللي هتربي الشجره بتاعتي. ما شاء الله. طبعا انت بتاخد فرصتك لما تقف في وسط النخل. طبعا. لا اكتر من الزيتون. بص انا اقول لحضرتك حاجه، انا برضو رشيدي، والرشيدي معروف ان هو شاطر في تربيه الشجره. خلي بالك الشجره. طبعا. خلي بالك احنا الزيتون ده بنطلعه زي النخل واحسن كمان. ده اللي عند النخل. ده محبس بيفصل كده الصف المحابس ده كده يا كابتن بعد اذنك. ده كده منتصف القطعه، يمين وشمال محابس. بسم الله ما شاء الله. زيركو امل صنع الشريف، درجه اولى، مواسير ومحابس وشغل على افضل ما يكون. ده شجر مزروع بقاله دخل في شهر دلوقتي. ونسبه نجاح تقريبا 95%. لا معدي 97 98%. بسم الله ما شاء الله. صورنا في القطاع الزيتون. نخش على المجدول بفضل رب العالمين. ده طبعا تكمله ال10 فدان المجدول بتوع محمد محمود عبد الهادي. دي طبعا مساحه فاضيه ما بين الزيتون وما بين المجدول. هيتعمل فيها ايديا من فيلا سايبينها له. عملت ايه؟ بكشفها عشان اشوف وضعها. بسم الله ما شاء الله فيها دفعه. بسم الله ما شاء الله فيها دفعه. ايوه طبعا دفعه شغاله خلاص، مشيت لفوق اهي. تمشي لفوق. طب طبيعي. بسم الله ما شاء الله. طبيعي لما بيجي لها نقل بيحصل صدمات زي دي كده. اسمها صدمه. فالواحد يشوفها، اللي مش عارف يشوفها كده يقول لك دي نشفت. في ناس بيخسروا زراعتهم بسبب انه مش فاهم يعني ايه صدمه. لكن شوف هي نشفت، دي صدمه ظاهريه من فوق. لكن شوف كل ده هي شغاله من تحت وطالعه. ايوه هي شغاله خلاص، دفع خضري. واللي حصل ان ده بينشف ليه؟ عشان يقلل ضغط الميه على النخله نفسها. فبيقفل بالشكل ده، ينشف دي خلاص مش هيحصل فيها بخر. فهنا بقى هي بتحافظ على نفسها، تبتدي تشوف الدفع ده من اول ما الدفع بتاعها بدا اكتر من ايه؟ الدفع الفعلي. طب دي زراعه بقى لها شهر دلوقتي. شويه دول، شايف الشويه دول؟ ناشفين دول دفع خضري بس طالع بالجريده من ايه؟ من تحت. طالع بالجريده من تحت. بص لحضرتك. فطبعا الراجل اللي فاهم زراعه بيبص على حل النخله حتى لو ناشفه من بعيد، بس هو بيفهم هي متحركه مش متحركه الكلام ده. فانا شلتها، انا عارف ان هي ناشفه، اللي هيشوفها ما يختارش كده يقول ناشفه، لكن هي متحركه. وطبعا عندك دليل تاني اللي هو ايه؟ دي الخلف بتاعتها. الخلف بتاعتها نفسها شغاله وبصحه وحاله جيده يعني. وصلك؟ فبسم الله ما شاء الله. هنا القطعه دي طبعا ايه طبيعي صدمات النقل طبعا لان المسافات بعيده وبتاع. دي صدمات النقل ده طبيعي، لكن مع المعامله الصح وبتاع بتتحرك كلها. بسم الله ما شاء الله. نسبه هنا محترمه جدا. نسبه عاليه معدل 95% بزمن يعني. 95%؟ طبعا ان شاء الله. بزمن ده اكيد يعني ان شاء الله. ان شاء الله بفضل دعم كل الناس المخلصين، بفضل ربنا، ثم وجود الناس اللي زي حضرتك. وفضل العماله اللي هم شغالين. انا بشوفهم مدى حرصهم ان النخل ده بتاعهم ودي حاجه بتاعتهم. بسم الله ما شاء الله. يعني هات يا عبده كده بعد اذنك منظر عامل القطعه. يعني بص حضرتك شاور على النخله دي كده من بعيد كده، دي شغاله. بسم الله ما شاء الله. فاهم ازاي؟ طرفك كله من تحت باين فيه نمط خضريه. هو برضه فيه نمط خضريه.
كله خلي بالك لسه جوه الشهر والشهر ما احنا بنديها بقى التغذيه الطبيعيه والامان والاحتياط، المغذيات، محسنات التربه، محسنات التكثير كده برضه التربه هنا بكر. ايوه الحاجات اللي بتمشي. ميزه وعيب التربه برضه. بالظبط. ايه التربه برضه بكر، ميزه وعيب. ميزه ان هي بكر فانت بتشكلها على مزاجك، وعيب هقول لحضرتك حاجه، هي كل التربه تقريبا 90% من انواع التربه بتصلح للنخل، بس الواحد اللي هيتعامل مع التربه معامله صح. انا بالنسبه لي افضل تربه اتعامل معاها التربه الرمليه اللي هي جيده الصرف. طب هي لو عاليه الصرف قوي قوي الناس بيعتبروها مشكله. برضو انا مشكله عاليه الصرف دي مش مشكله عندي، انا اقدر اتعامل معاها. انا بمرور الوقت بشكلها بعمل محيط وتربه وغسيل وفي النهايه بيبقى عندي محيط للنخله مناسب لها تمام.